الحبايب مساء الخير. الناس ملهاش سيره من امبارح غير ياسمين عبد العزيز عيطت على الهوا. ياسمين عبد العزيز قالت ده انا ما بحبش احمد العوضي، ده انا بعشقه. طيب طالما انت يا اختي بتعشقيه اتطلقت ليه؟ طب طالما انت بتعشقيه ما رجعتوش لبعض ليه؟ فانا هجاوب على اهم سؤالين: ايه اسباب الانفصال اصلا؟ وهم هيرجعوا ولا مش هيرجعوا؟ بس عايز اكد في الاول ان قرار الانفصال كان قرار ياسمين، وان هي فاجئت بيه احمد العوضي لما كتبت البوست وهو كان بيفتتح فيلم الاسكندراني بره مصر. تمام كده؟ تمام كده. ايه سبب الانفصال؟ ناس كتيره جدا، ويمكن هي ياسمين قالت كده ان كان في بينهم مشاكل. ايه طبيعه المشاكل؟ انا هتكلم على المباح ان انا اتكلم عنه. كان في مشاكل كتيره جدا في الشغل بين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، والكلام ده كان في كواليس مسلسل ضرب نار اللي هو اخر مسلسل جمعهم. والمشاكل كانت زي ما قلت مشاكل على الادوار ومشاهد وجمل بتتقال هنا وبتتقال هنا وما اعرفش ايه، وكانت خناقات وتدخل فيها ناس كتير. ويمكن ياسمين ساعتها قالت انا في ضغط نفسي وعصبي شديد جدا فانا عايز ابعد واتطلق. وكان القرار ده يمكن قرار متسرع منها، مش هنقول متهور ولكن متسرع، وكانت مفكره ان بانفصالها او بعدها ممكن ان هي ترتاح، يعني اللي هو ترتاح نفسيا وتهدى. ولكن اكتشفت انها مش مرتاحه. مش مرتاحه لان هي بتحب العوضي، بدليل ان هي طلعت وعيطت واتشحتفت وقالت انا بحبه. وناس كتير جدا في الفتره دي بعد قرار انفصالهم طلبت من ياسمين او تدخلوا علشان ان هم يعني يرجعوهم لبعض. احمد العوضي ما كانش عنده اي مانع خالص لان هو مش صاحب قرار الانفصال، وبالعكس. لكن ياسمين هي اللي كانت رافضه. طيب ليه رافضه؟ رافضه لان هي كانت عايزه تاخد مساحتها. رافضه لان هي ما كانتش عايزه يعني الموضوع يبقى ايه اللي هو انا انفصلت فانا هرجع تاني فالناس يشبهوها بناس تانية، لا ده انتوا بقى بتلعبوا بينا، ده انتوا ده شغل عيال، لعب عيال، حاجات كده يعني. رغم ان هي بتحبه، ورغم ان هي لما بعدت وقررت الانفصال حست انها اتسرعت. طيب هل هم هيرجعوا؟ اه هيرجعوا. ازاي؟ القرار عند ياسمين، يعني احمد العوضي عايز يرجع لياسمين بكره عادي، بدليل ان ياسمين حتى والاستاذه اسعاد يونس بتسالها بتقول لها انت ممكن ترجعوا ما ترجعوش ليه؟ فقالت بصي انا رحت عملت عمره وصليت استخاره وزي ما ربنا يوجهني، عايزني امشي في الطريق ده ماشي، عايزني امشي في الطريق ده ماشي، اهم شيء ان هو اللي يختار لي. اذا القرار عندها، قرار الرجوع عندها. وبالمناسبه بعد الحلقه دي ناس تدخلت تاني وجددت الموضوع تاني وتطوعت تاني من الاصدقاء المشتركين وناس مهمه جدا في الوسط، وكلمت ياسمين، كلم العوضي على اساس ان هم يرجعوا. فانتوا انتظروا خبر قريب بده. وبالمناسبه الناس حتى اللي اتكلمت وقالت كان من ضمن الاسباب بتاعه عدم رجوعها الحمل، ده كان سبب. ياسمين عبد العزيز ما كانش عندها مانع خالص في اول جوازها ان هي تحمل وتخلف، ويعني يبقى ليها طفل من العوضي. ولكن لما راحت عملت العمليه دي هي فعلا عملت 6 عمليات وكانت هتروح فيها، وربنا سبحانه وتعالى نجاها. بعدها الامر تجدد بينهم. العوضي عايز يبقى اب عادي زي اي حد في الدنيا، لكن ياسمين هي خايفه على عمرها على حياتها لان ده بيهدد حياتها. ما هي شافت الموت ورجعت من الموت، فالقرار بالنسبه لها انها تاخد قرار انها تعمل عمليه تانية او 7 بقى علشان تحمل. فده قرار ما اعتقدش ان هي سهل ان هي تاخده. بس حطوا الامور دي لان دي امور خاصه جدا على جنب. انا بتكلم بقى على الظاهر اللي هو ايه، اللي هو المشاكل اللي كانت ظاهره للناس في كواليس المسلسل. وده يمكن هي القشه التي يعني قسمت ظهر البعير، واللي هي خلت ياسمين قالت خلاص انا عايزه ارتاح، انا ممكن لو انا انهيت العلاقه دي هرتاح. لكن للاسف ما ارتاحتش. هل ممكن يحصل بين 2 بيحبوا بعض بالشكل ده كده؟ كتير. اوقات في حاجات بتعكر صفو العلاقه، اوقات في حاجات كتير جدا جدا بتحصل في العلاقه بين 2 بيحبوا بعض قوي بتوجع. والحاجات اللي بتوجع دي بتبوظ الدنيا وبتوصلهم لمكان هما الاتنين اساسا ما كانوش متوقعين انهم يوصلوا له. المكان ده مثلا ان هما يجوا يقولوا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كنا كويسين، احنا وصلنا للمرحله دي ازاي؟ احنا وصلنا للمنطقه دي ازاي؟ ساعتها بيعيدوا تفكير زي ما ياسمين دلوقتي بتعيد تفكير. اهم شيء واللي يهمني انا شخصيا بصرف النظر يعني ولا هنتكلم مين استفاد من مين ومين اعلى من مين ومين انجم من مين لا، انا والله العظيم اتمنى ان لو هما بيحبوا بعض وان هما 2 مش قادرين يعيشوا من غير بعض يرجعوا لبعض، وان ربنا يهدي سرهم، وان ربنا يعني يكتب لهم الصالح والخير. خاصة ان ياسمين قالت في جملة كده انا ما بعرفش اعيش وانا مش متجوزة.
لان انا عشت طول عمري وانا متجوزه. صح، ياسمين اتجوزت وهي عندها يعني تقريبا 18 سنه حاجه زي كده، فطول عمرها هي عايشه في كنف زوج، هي طول عمرها عايشه في اسره، وده شيء مهم جدا لناس كتير قوي ما بيعرفوش يعيشوا بره اسره، بره كيان، بره شريك. فربنا يكرمها. شكرا.